السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة بديل الفسيخ. اللي ما بياكلش الفسيخ ان شاء الله هنعمل تورتة التونة، وهنعمل رنجة بطريقة جميلة وهتعجبكم ان شاء الله وهتعتمدوها على طول. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير واشتراك. وقبل ما نبدأ نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا كيلو الا ربع من الرنجة، نضفتها زي ما انتم شايفين كده، وبدأت أقطع قوطة مربعات صغيرة أو مكعبات، وبدأت أقطع معاهم بصل شرايح وفلفل أحمر وفلفل أخضر، وهبدأ أحط عليهم كمان شوية خيار صغيرين. الطريقة دي يا بنات حلوة قوي، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وهنزل عليهم بعصير ليمونتين زي ما انتم شايفين كده. لو ما عندكيش عصارة تقدري تستخدمي الطريقة ديت، أنا بعصرهم على السكينة بصراحة ما بتخليش ولا نقطة في الليمونة. تمام كده، وهحط عليهم معلقتين من الخل وابدأ أقلب الخلطة اللي انتم شايفينها دي مع بعضها كده، واخد الرنجة اللي انا نضفتها واقطعها بالمقص كده مكعبات صغيرة. معلش يا بنات عذرا لصوتي، عندي برد، ربنا يشفي كل مريض. تمام كده، وتبداوا تقطعوا بقى ايه، مربعات زي ما انتم شايفين او مكعبات زي ما او ممكن بايديكم، مش لازم بالمقص، فانا بس حبيت اوريكم الطريقه اللي انا بشتغل بيها. وهبدا اقلبهم زي ما انتم شايفين كده، وهحط عليهم معلقتين من الزيت او 3 معالق، وهنزل عليهم بطحينه. الطحينه دي يا بنات انا عاملاها خام في البيت، يعني انا مش مشتريها من بره. يعني ان شاء الله ابقى اعملها معاكم في فيديو، بعملها جميله جدا، وان شاء الله لما تشوفيها هتعجبك الطريقه. تمام كده، وتبداي تقلبي زي ما انت ما شايفه كده. انا عندي ديت اللي هي الايه البلاستيكه ديت بتاعه الخيار او بتاعه الجزر او بتاعه اي حاجه، تحطيها كده في سيخ زي ما انت ما شايفه، وتبداي ايه تلفي بيها كده زي ما انت ما شايفه كده، زي ما موضح في الفيديو بالظبط. هتبدا تديك الخيار شرايح فوق بعضها، بس طبعا الخياره معايا كانت مش طازه قوي، فايه غلبتني شويه. فانت لما تستخدميها استخدميها تكون طازه، بحيث ان هي تجري معاكي على طول. وتستخدميها في الجزر، بتستخدميها في كل حاجه حلوه قوي، بتدي شكل جميل. يعني بنظبط بس الايه الشكل بتاع الرنجه كده. تمام كده، وحطيت البطارخ فوق على الوش، وعملت قطايه زي ما انتم ما شايفين كده، القشره بتاعتها، وبدات ايه ازوقها كده علشان ايه اظبط لهم الطبق. تمام. ومعايا هنا 3 علب من التونه، هنبدا نجيبهم ونفتح العلب بتاعتهم، وابدا احطهم في قلب مصفى واصفيهم من الزيت بتاعهم. وده الخيار اللي انا مقطعه هو والقوطه والجزر بشرته، وقطعت خيار مربعات. هوريكم دلوقتي انا هعمل بيه ايه. وقوطه برده هو برده مكعبات او مربعات، وهبدا اوريكم برده استخدامها، هنستخدمها في ايه ان شاء الله. تمام كده. انا هنا كنت عامله توست عندي، ان شاء الله برده انزله لكم في فيديو. مش عايزه اقول لكم يا جماعه والله احسن من اللي بيتجاب من بره 1000 مره. ان شاء الله لما اعمله معاكم باذن الله تعالى هتشوفوا ان طريقته سهله ومش محتاج ان احنا نشتريه من بره خالص. طول ما انت ما بتعملي الحاجه في البيت انت بتوفري على نفسك حاجات كتير. بس طبعا اللي بيبقى مش فاضي او موظف او حاجه زي كده فالله يعينه. انا بتكلم بس على الاقل، يعني ستات البيوت لو بتعمل الحاجات ديت في البيت ومتوفره معاها هتوفر لها حاجات كتير جدا، وهتبقى اوفر من انها تشتريها من بره. انا جبت هنا كده علب التونه بتاعتي، هبدا افضيها واصفي الزيت كله. انا مش عايزه ولا نقطه زيت فيها يا بنات، كل الزيت اللي فيها عايزاه يتصفى، ما يبقاش فيها اي حاجه خالص، عشان لما نيجي نشتغل بيها دلوقتي مع بعضينا هنعملها تورتايه. التورتايه مش عايزه اي سائل. تمام كده، انا كده صفيتها قدامكم اهو، ما خليتش فيها ولا نقطه زيت. هنبدا بقى ناخد الخليط بتاعنا اللي احنا صفيناه دوت، التونه بتاعتنا اللي احنا صفيناها، وهنزل عليها بمعلقه ملح، معلقه كمون، معلقه فلفل. طبعا هي مش معلقه كامله، الفلفل بالاخص بحطه قليل شويه، ومعلقه من البابريكا. كل المقدار بتاعي ده يا بنات انا بستخدم فيه المعلقه بتاعه التوابل. يعني ما تكتريش دايما حتى في طبيخك وفي اكلك، ما تكتريش في التوابل. التوابل على قد ما هي حلوه على قد ما بتبقى مضره بالمعده، فلما تيجي تاخده خدوا من كل حاجه بالمعيار المحدد اللي هو القليل، ما يبقاش كتير قوي. انا عندي هنا الصواني اللي بتتفتح ديت بتاعه الطرط وبتاعه كل حاجه، يعني تعملي فيها تورتايه، تعملي فيها طرط، تعملي فيها كل حاجه من الحلويات. فانا هاخدها وهبدا ايه اشتغل فيها. انا فصلتها لكم عشان تعرفوا انا خدتها ليه، بحيث ان انا ارصص فيها كده. اللي انا هعمله معاكم دلوقتي اول ما بخلص بقوم فاتحه الاطار دوت، واسيب القاعده اللي من تحت هي اللي بتبقى شايله لي التورته بتاعتي. تمام كده. تقدري بقى وانت بتعملي كده تورته التونه وتبداي ترصي التوست، تشيلي الحروف بتاعته. انا بالنسبه لي الحروف كانت طريه ما كانتش ناشفه، فانا ايه شلتها بس عشان اوريها لكم واحده كده منها. لو عايزه تشيليها شيليها مفيش مشكله، لكن انا سايباها زي ما هي لان هي طريه. وعامه لما نحط الصوص اللي احنا هنحطه دوت هتخليها طريه جدا. احنا يا بنات هنتعامل معاها هنا كاننا بنتعامل مع تورته. انت بتعملي الاسبونج وبعدين بتحطي عليه الكريمه، وبتبداي ايه تزودي بقى الحشوات. لو عايزه تحطي حشوات من جوه، مش عايزه تحطي حشوات ما بتحطيش. احنا هنا بالظبط هنتعامل مع تورته التونه بنفس النظام. هبدا اخد التوست واحط جنب بعضه زي ما انتم ما شايفين كده. وانا كنت عامله مايونيز برضو، ان شاء الله هبقى انزله معاكم حتى لو فيديو قصير
هبقى انزله معاكم وتشوفوه بيتعمل ازاي، طريقته سهله جدا. وتبداي تاخدي المايونيز وتحطي عليه على الوش كده، وتبداي تفرديه كده عليه كانك بتحطي كريمه. احنا بنحط الاسبونج وبعدين بنحط الكريمه عليه، وبعدين بنبدا نحط ايه اللي هو الطبقه التانية من الاسبونج. نفس القصه هنعملها هنا. انا خدت طبقه كويسه من المايونيز ونزلت بيها على التوست بتاعي، وبدات افرده زي ما انتم ما شايفين كده. ممكن تريحي نفسك من القصه دي كلها وما تعمليش مثلا زي ما انا ما بعمل كده، هي مش شقه ولا حاجه، بس انا يعني حابه ان انا اعمل بالطريقه دي. تقدري تاخدي التونه اللي انت صفيتيها وتحطيها على المايونيز وتقلبيهم مع بعض، وتبداي تحطي في كل يعني طبقه شويه كده من ايه الخليط ده. بس انا حبيت الطريقه دي، حبيت ان انا احط طبقه من المايونيز الاول، وبعدين انزل بالتونه زي ما انتم شايفين. المعلقه بصراحه يعني ايه مش هتخليني اعرف اوزع كويس، انا غاسله ايدي ومصبناها وزي الفل، وهبدا اشتغل بايدي. هاخد شويه من التونه، هبدا افردها كده زي ما انتم شايفين، وابدا احط ورا منها المايونيز او فوق منها المايونيز. تمام كده. اللي ما بياكلش الفسيخ يا بنات زي حالتي كده، لان انا عندي هنا في البيت ما حدش بياكل الفسيخ بصراحه ولا بيحبه. في ناس هاويه للفسيخ وبيعشقوه. انا الحمد لله رب العالمين مش يعني ما بحبهوش سبحان الله، او هو ما بيحبنيش. لا انا ولا اولادي ولا زوجي بنحبه، فانا بعمل البديل بتاعه. البديل بتاعه احنا بناكل الرنجه بنحبها، وبعملهم تورته التونه دي، يعني بعمل دي جنب دي، بياكلوا بالف هنا وشفا ويشبعوا. وبعدين ايه ابدا اقطع لهم ايه تورته التونه دي. يعني بتبقى حلوه والله يا بنات، لو جربتوها هتدعوا لي. جميله جميله فوق الوصف، وكله انت عاملاه في البيت، مفيش غير انك مشتريه التونه. حتى التونه تقدري ان انت تعمليها في البيت. يعني انا ما كانش عندي بصراحه، انا عملتها في مره كانت جميله جدا برضو. ان شاء الله ناوي اعملها معاكم، وربنا يدينا العمر ونعملها باذن الله. برضو بتبقى موفره في البيت. يعني انت لو عملتي التونه برضو في البيت كله هيبقى من البيت يا جماعه، مش هتحس ان هي مكلفه معاكي تماما ابدا. الحاجه اللي بتتعمل في البيت بتوفر كتير غير نظافتها. فانا ما جبتش حاجه بس غير التونه، هي اللي جبتها من بره. بدات احط كده ما بين كل طبقه وطبقه زي ما انتم شايفين التوست، وبعد كده حطيت المايونيز. تقدري تحطي خيار وقوطه برضو فوق الحشوه دي. يعني احنا عملنا كده وحطيت تونه بس، تقدري تعملي كده. يعني ما بين كل حشوه وحشوه تقدري تحطي خيار، تحطي قوطه، تحطي جزر، زي ما انت ما عايزه، وتحشيها من جوه. بس انا مش هعمل كده غير في اخر طبقه. هعمل بس كده، وبعد كده هبدا ايه ارصها من على الوش بقى وازينها زي ما انت هتشوفوها معايا كده. انا كده خلاص قفلتها تمام التمام كده. وهبدأ بقى من بره ازينها. انا جلستها يا بنات بالمايونيز كأني قفلت عليها بالكريم. عارفين الكريم شانتيه طبعا، كأني قفلت عليها بالكريم شانتيه. وجبت الجزر ده كان مبشور، انا بشرته، وبدأت امشي على الحروف زي ما انتم ما شايفين كده. هنديها شكل وهنديها منظر كأنها تورته عاديه. يعني اللي هيشوفها مش هيفكر ان هي تورته تونه ولا تورته حادقه، كل اللي هيشوفها هيفكر ان هي تورته حلوه. تمام كده. انا جبت بقى القطاعه اللي انتوا شايفينها ديت، وبدات اقطع الخيار والجزر بنفس الشكل ده عشان يديني الشكل اللي هو على شكل ورده، عشان هبدا ازين بيه من فوق. وحطيت من الجناب الخيار، مشيت واحده واحده، وبدات ايه احط الخيار. طبعا هو هيلزق لان ده مايونيز، هيلزق، مش هيلزق معاكي، بس لما تكون الطبقه خفيفه زي كده تبداي تاخدي يعني ايه يعني حاجه صغيره كده من المايونيز وتبداي تحطيها جنب الخيار علشان تلزق معاكي الخياره الاخيره اللي انت شايفاها دي. وابدا انزل بالقوطه زي ما انتم ما شايفين كده. تقدري تجيبي قوطه شيري، انا دورت عليها بصراحه ما لقيتهاش، فاشتغلت بالقوطه الصغيره ديت واستغنيت عن القوطه الشيري. هي طبعا بالقوطه الشيري بيبقى شكلها احلى كانه كريز. تمام كده. وتبداي تنزلي بقى بالتزيين اللي عندك، زيني بقى زي ما انت ما عايزه. انا زينت زي ما قلت لكم كده. الجزر قطعته بالقطاعه، وبدات اديله الشكل اللي انتم شايفينه شبه الورده كده، وهبدا الف بيه داير ما يدور ما بين كل قوطه وقوطه. انا حطيت القوطه 4/4، يعني حطيت هنا وهنا وحطيت هنا كل ربع. زي ما انتم ما شايفين، هو الفيديو موضح نفسه، مش محتاج ان انا ايه اقوله لكم. انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم شطار. تمام كده. وتبداي تنزلي بقى بكل حاجه عندك تاني من التزيين. انا كنت جايبه زيتون اخضر زي ما انتم ما شايفين كده، هبدا برضو ازين بيه. خلاص انا كده زينتها. حطيت الخيار وحطيت الزيتون وحطيت الجزر زي ما انتم شايفين، وجبت قشره قطايه. يعني جبت قطايه وقشرتها، خدت القشره بتاعتها وعملتها ورده، وبدات انزل ما بين الجناب بحبه البركه. مش عايزه تحطيها تمام، بس احنا بنحبها فانا حطيتها. ويبقى كده عملتي البديل للفسيخ. اللي ما بياكلش الفسيخ يبقى تورته التونه والرنجه تفي بالغرض. وكده وصفة النهاردة تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك. وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، واترككم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.